أسعد الله أوقاتكم إخواني أخواتي بكل خير. معكم ليندا، واليوم فيديو جديد على القناة. البنات اللي راهم يطلبوا مني ديما إنهم يحبوا ينحوا الألوان الغير مرغوب فيها، مثل الأسود الغرابي والباذنجاني النحاسي، وكذلك الألوان تاع الشاطان بكل درجاته من الفونسي حتى للشاطان العادية اللي هي ماهيش الكلا وإنما شاطان عادي رقم 5. فاليوم جبت لكم إن شاء الله هذا الديكاباج الأوروبي، يستعملوه في أوروبا بزاف، وراح نشرح لكم كيفاش تديروه. وكاين حاجه مهمه بزاف واللي هي كيفاش ما يضركمش. يعني كل حاجه تسحب اللون من الشعر واش دير، هي تحكم الشعر تقرضها يا بنات. شغل تجيبي، شفتوا انتم تجيبوا هكا كارت تاع الزجاج وتبدو تحكوا في حاجه باش تنحوا لها هذيك الاوساخ وكذا، زي كاكا الديكاباج هو شغل يقرض هذيك الحوايج ينحاها من الشعره. فلازم علينا كي نديروا هذه الاشياء اللي هي حتى هي طبيعيه او يعني مبتكره باش نحوا بها الالوان غير مرغوب فيها، واش نديروا؟ لازم لينا الترتيب عالي. يعني اول خطوه في شعرك يكون مزيت 3 ايام، يعني يكون متسخ 3 ايام. شعرك ما تغسلش، واذا كان شعرك جاف وما يخرجش الزيوت فهنا تولي تزيتيه انت. قادره تديري الفازلين، هو احسن شيء في الدنيا. يعني اذا كنتي حبيبتي حابه تديري حاجه شعرك حمايه قبل وبعد الفازلين، راح تقولي لصق لي في شعري مش عارفاش. لا، كي تكثري يلصقك في شعرك، يعني هزي طرف وابدي ديري على شعرك الكل، وزعيه على شعرك كامل وخليه حتى يشربوا. غدوه من ذاك تبدي تطبقي هذه الخلطه. اذا اول حاجه نزيتوا شعرنا، وهذه مهمه جدا باش نحافظوا على الشعر تاعنا. ثاني خطوه واللي هو المكونين الاساسيين، شامبوان تاع القشره اي نوع عندك. انا هنا عندي هذا كلير مان اللي قلت لكم نستعمل فيه خرج على شعري. وايضا راح نستعملوا ثاني مكون اللي هو الفيتامين سي. هنا الفيتامين سي عندي هذا انا اللي هو جاي بودره، لكن كاين حبوب يعني كاشيات عادي لي كابسول، كاين هذه تاع لي بودره. انتم استعملوا اي نوع عندكم، فقط الكميه انا هنا راح نوري لكم كيفاش الطريقه. راح نستعمل كميه قليله، لكن انتم اذا راح تستعملوا على شعركم طويل ديروا 6 حبات مثلا تاع فيتامين سي. اذا شعرك قصير ديري 4 حبات. اذا كنتي راح تستعمليه مره كل 10 أيام، لأنه هذه تخرج لك اللون بمراحل، فهنا استعملوا على الأقل 3 حبات كل 10 أيام، وراح نفهمكم الطريقة كيفاه. نبدو على بركة الله. أول حاجة زيتنا شعرنا وجدناه، ثم بعد ذلك نهزوا فنجال تاع شامبوان. الفنجال نشرب به القهوة العادي جدا، نهزوا نعمروه شامبوان تاع القشرة، ما يكونش شامبوان عادي، لأنه الشامبوان عادي ما يعطيكم حتى نتيجة. إذا البنات نحطوا قيس كما نقولوا نحنا فنجال تاع شامبوان، نحطوا كمية تاع شامبوان اللي هي فنجان، وهذه الكمية باش نخلطوا فيها 4 حبات تاع الفيتامين سي. طبعا تهرسوهم في المهرس ولا في اي حاجة يولوا بودرة، واللي تشري تاع البودرة كيفي انا تستعملوا طول. هنا البنات نضيفوا طبعا بودرة الفيتامين سي. راح ندير برك كمية باش نوريكم. هاي ليكم، ونخلطوها جيدا. اذا بالنوتات هاوليكم الخلطه، راح نبدو نخلطوها جيدا هكا حتى نتحصلوا على مزيج يجي جاي هكا في الاورانج، وراح يفيد لكم شوي. انتم هنا تكونوا طبعا مشمخين شعركم، امس هاك مزيتوه، اليوم راح تشمخوه بالماء. يعني تغسلوه، تقدروا حتى تغسلوه شويه، مي نفضل ما تغسلوش لانه راح تريحوا الزيوت اللي فيه، فقط شمخوه بالماء. هاوليكم شوفوا البنات كيف ولا المزيج تاعنا رغوي. شوفوا زي ما نديروا البليتش باودر او بودره ليماج، حتى هو كي تخليه فتره يدير الرغوه، وهذا هو السر تاع الشامبوان اللي درناه. هاوليكم درك واش نديروا. هاي عندنا مثلا بانسوكي من هاك الشيته هذه، نحكموا شعرنا نطبقوا عليه الوصفه، وكان شعرك نص بنص تمشي ساعه ونص يكون جاي غامق بالبزاف. ثم نطلعوا للجهه اللي فاتحه شوي. اذا شعرك نوار كربو حطيها وخلاها 3 ساعات كامله. من بعد روحي اغسليهم بالشامبوان مليح شعرك. طبعا طبقي الوصفه على شعرك مليح، وتخلي هذه الماده تدخل في الشعر كامل، وتخليها في شعرك تغلفها بالبلاستيك. لازم تسخن هذه الوصفه في شعرك. شوفوا كيف تولي البنات، هاي ليكم. ثم بعد ذلك دير عليها بلاستيك وتخليها 4 ساعات. تخدمي شغالك تغسلاها بالماء والشامبوان عادي جدا، وترطبي شعرك. هنا المرحله هذه مهمه جدا، لازم ترطبي شعرك. كاينه حاجه هنا باش نضيفها لكم في هذه الخلطه، واللي هي اذا كان شعرك جاف ولا تخافي عليه، وكما تعرفوا انه سحب اللون راهو حتى هو يضر الشعر، كل ما علينا ان نزيدوا فيه 2 مغارف تاع بلسم.
زوز مغارف بلسم من اي نوع عندكم، اي نوع اللي تستعمليه انت في الدار ويخرج عليك ديري زوز مغارف. ما عندكش البلسم ديري زوز مغارف تاع كريم، اي كريم عندكم. ما عندكش يا سيدي كريم وما تستعمليهمش تاع شعر، ديري اي نوع زيت عندك، يكون زيت اللوز الحلو، زيت الجونسون، حتى زيت الطبخ هذاك العادي سانغو. هلاكم هذه الخلطه البنات راح تخلصكم من الاسود الغرابي بطريقه رهيبه، يعني حاجه سهله وسامبل ويستعملوها الاوروبيات. علاش؟ لانهم يكرهوا الديكاباج. فهمتوا؟ فان شاء الله تفيدكم، ديروها على شعركم. المره الجايه ان شاء الله راح نجيب لكم واحد الحاجه عجيبه، راهي ما خليها لكم مفاجاه ان شاء الله، حتعجبكم بزاف للناس اللي شعرهم خفيف ويحبوا يصبغوا. اذا البنات كان هذا هو فيديو اليوم على ديكاباج الفيتامين سي. ساهل ماهل، ما يحتاجش منا يعني خبره او شيء، فقط ان نطبقوا على شعر مبلل، نخلوه 3 ساعات او 4، نغسلوه ونحكموا نزيتوا شعرنا. والاسبوع هذاك كامل احنا قبل نعودوه لازم عليكم تزيتوا شعركم وتعالجوه، يعني مش تديريه وتخرجي نص اللون ومن بعد خلاص تقعديها حتى لين مش يعرفش. لا، لازم تزيتي شعرك حتى تجي المرحله الثانيه، ولا تديري السيروم ولا تديري ليه لي كريم، يعني لي سوان حتى تجي الجلسه الثانيه تزيدي تكريه، تبقوا تكروا فيه حتى كامل الالوان تخرج. واللي عندها زهر وشعرها مساميته يعني واسعه وماهيش من المساميه الصعبه، عفوا تكون مسميتها يعني تتقبل السحب هذا الطبيعي، راح تخرجيك من اول مره نوركم ربوط تهنوا منه. وكان وصلتوا بهذه الخلطه الى الاورانج ولا النحاسي، تقدروا تحبسوا ثم وتلونوا شعركم باي لون من العسلي، مش شرط عليك البلاتين. البلاتين نهار اللي تبقي تغسلي في شعرك وتزيد تتحسن الشعره ويخرجوا منها كامل الالوان، ثم تقدري تديري الالوان اللي تحبها انت. اذا البنات كان هذا هو فيديو اليوم على خلطه الفيتامين سي، ان شاء الله تكون عجبتكم. السلام عليكم.